ممرض وهتسافر المانيا قريب ان شاء الله، فاكيد في سؤال بيجي في بالك دلوقتي: هو انا هذاكر قبل ما اسافر؟ انا عارف ان انت هتموت وتذاكر، ويعني راجل عندك شغف للمذاكره رهيب، فانا هريحك لان انت جاي في ملعبي. انا هقول لك على خطه عملتها، الخطه دي فرقت معايا كتير جدا وخلتني الحمد لله من اول يوم نزلت في المانيا وانا واقف على رجل صلبه. رحت مكان المعادله فيه 3 شهور، محتوى مكثف تقيل، الناس كلها مقلقه، بالنسبه لي كانت ماتش باس. ليه؟ عشان حضرت نفسي كويس. حضرت نفسي كويس ازاي؟ عن طريق ال3 كتب اللي هقول لك عليهم النهارده. فخليك معايا، هقول لك على بلان تمشي عليها ان شاء الله امورك تتحسن، تبقى تمام، تسافر وانت قلبك مطمن كده وفي بطنك بطيخه صيفي. Don't worry. Put a summer watermelon in your stomach. جاهزين؟ يلا بينا. قبل ما اقول لك تبدا بايه، خليني اجيبها لك صريحه كده من زميل ليك: المصطلحات الطبيه باللغه الالمانيه صعبه. تاني، المصطلحات الطبيه باللغه الالمانيه صعبه، فما ينفعش ان انا اروح بادئ مره واحده بحاجه صعبه، ابتدي بكتاب صعب او ابتدي بامراض، فلاقي نفسي بعد كده ماليش مزاج اكمل وحاجه الزهق. فلازم نبتدي بكتاب خفيف الاول عشان الدنيا تتظبط معاك. هنبتدي بكتاب اسمه اينتاج ام كرانكن هاوس. الكتاب ده عباره عن 12 مودول. الكتاب دوت كل واحده فيه بتتكلم عن موضوع معين. بتبتدي من ايرستا تاج كرانكن هاوس، تتكلم على البروفلاكسا، تتكلم على الكاربافليجا، تتكلم على الفوندوكومنتاسيون، اتكلم على الفيزيتا فاجابا ميديكامنتا، اتكلم على حاجات حرفيا، يعني اغلبيه الحاجات اللي انت هتعيشها في المستشفى. الكتاب ده يعني بالنسبه لي فتح نفسي، لان الكتاب فعلا مستوى كان يعتبر اتس فاي بي اينز، لا يرتقي حتى البيتس فاي. فكانت مشجعاني، الموضوع ما كانش صعب قوي بالنسبه لي، فكنت بحل 2 مودول كل اسبوع. الكتاب ده خد معايا شهر ونص. 12 مودول خدوا معايا شهر ونص. طلعت من الكتاب استفدت منه كتير، استفدت كتير جدا وفادني، وانا عايز اقول لك فتح نفسي ان انا اذاكر كتب تانية. فخلصت الكتاب ده في شهر ونص. ذاكرت كتاب تاني اسمه منشن فليجا بياينز. كتاب منشن ده كتاب وهم بصراحة. الكتاب ده فيه كمية معلومات هي مش بس هتأهلك للمعادلة، ده الكتاب دوت فيه معلومات يعني حرفيا بتيجي في المعادلة. انت لما بتيجي تعمل معادلة بتعمل يعني الكلام مبقاش على كرانك هايتن بس، يعني انت بتتكلم على أمراض، بتتكلم عن ريشتا. فانت مش محتاج تعرف حاجة واحدة، انت لازم تنجح في الاتنين. فالكتاب دوت مش بس بيشرح أمراض، لا ده الكتاب دوت شرح حاجات زي مثلا ديليجاتسيون. لو حد قال لك اعمل النشاط دوت التيتا شيكايت ده مكاني، لو دكتور مثلا قال لك ركب كانولا ولا غير على الجرح ولا اعمل اي حاجه، دي حاجه شرحها الكتاب دوت. اتكلم عن حاجه اسمها باتسنتن فورفوجن، يعني حاجه كانت بصراحه مش كل الناس تعرفها الا اللي هيجي المانيا، فانت ما الكتاب ده خلاني اعرفها قبل ما اسافر المانيا. ففي حاجات كتير جوه الكتاب ده، تفاصيل صغيره كده، سواء في امراض ولا اتكلم على فكره على MRSA بطريقه حلوه جدا، يعني شرحها بطريقه ممتازه. والمانيا يعني الموضوع ده في المانيا منتشر جدا. MRSA موضوع ومرض هنا في المانيا الناس كلها بتتكلم عنه. فالكتاب ده بالنسبه لي لو انت خلصته ان شاء الله هتلاقي نفسك يعني مرتاح جدا مع كتاب انتاجم كرانكن هاوس. الكتاب ده كان 10 مودول خد معايا شهر ونص، فلو قلنا شهر ونص انتاجم كرانكن هاوس وشهر ونص منشن، فانت كده حرفيا انت طلعت في 3 شهور بكتابين هيخلوك واقف على رجل صلبه وامورك تمام. الكتابين دول كافيين اللي انت تسافر عليهم. طيب انا خدت كتب تانية، ذاكرت من كتب تانية. انا قبل ما اسافر الفيزا بتاعتي اتاخرت، فكان عندي وقت تاني، فذاكرت من كتاب تالت اسمه لينيا اينز فليجا بيس 5. الكتاب دوت حرفيا يعني احلى كتب في الثلاثه. بس الكتاب ده صعب، عشان كده انا ما قلتلكش عليه على طول، لان الكتاب دوت مستوى بيتس 5. الكتاب ده خد معايا 3 شهور. كتابين التانيين خدوا معايا، كتابين خدوا 3 شهور، والكتاب ده لوحده خد 3 شهور. الكتاب ده فعلا يعني فيه كميه معلومات تخليك طالع من مصر حاطط رجل على رجل في اي مكان تعمل فيه المعادله. الكتاب ده اتكلم على الديمنس، اتكلم على الشلاج انفال، اتكلم عن الامبولانتا، اتكلم على حتى الشغل في بالياتيف. الكتاب ده مليان كمية معلومات هيخليك ان شاء الله لو خرجت من مصر وانت مخلصه هتبقى امورك حلوة جدا. بس انا ما رشحلكش تبتدي بيه. انا رأيي الشخصي لو انت مسافر قدامك 3 شهور خلاص انتاجم كرانكن هاوس، منشن فليجا بياينز، الاثنين دول كافيين، كافيين. عندك وقت تاني والفيزا هتتأخر زي ما حصل معايا، خلاص كمل بقى، يعني علي الليفل شوية وخد لينيا اينز فليجا بيتس. خلي بالك انا قلت لينيا ما قلتش ليني. هو كتاب اسمه كده فعلا، الكلام ده مش مني، ده هو جوه، يعني جوه الاوديو هتلاقي الموتى شبراخلا بيقولوا كده. فلو مش مصدقني اسمع كده.
Linie 1. Bitte einsteigen. فزي ما قلت لك يعني هو الكتاب اسمه كده، انا ما بجاوبش عليك. هو الموتى شبراخلة بالنسبه لي الفيصل في اي نقطه. المهم يعني انت الكتاب دوت لو خلصته ان شاء الله هتبقى امورك تمام. فزي ما بقول لك يا اما منشن فليجا دي اينز مع اينتاجم كرانكن هاوس، يا اما تاخد الثلاثه لو عندك وقت. وعندي حاجه تانية عايز اقولها لك، انا في مصر كنت شغال في مكانين. فموضوع ان انت تسيب الحكومي او تسيب الخاص هو نفس الفكره. على فكره انا كنت زيك في مصر وكنت بذاكر الكتب دي وانا شغال في مكانين. انت لو خليت كل موديول مثلا خد معاك ساعتين او ثلاثه، 6 ساعات في الاسبوع او 4 ساعات في الاسبوع مش حوار. انت كده كده هتسافر، فانت لازم تضيع وقت وتضحي بحاجه. فبالنسبه لي ابدا، لو انت خلاص هتسافر قريب توكل على الله وان شاء الله الكتب دي هتفرق معاك جامد. طيب انت دلوقتي هتسالني سؤال، الكتب دي اجيبها منين؟ انا على قناه التليجرام بتاعتي هنزل لك الكتب دي في الملفات بتاعها بالصوتيات بكل حاجه. واستنى عايز اقول لك على حاجه، انا عندي ليك مفاجاه. القناه اللي هتخش على التليجرام هتلاقيني بعمل لك عليها محادثات. طبعا الناس كلها بتسالني، انا عندي مشكله في ان انا ما بعرفش اتكلم. كل مره باجي اتكلم ما بيحصل مشاكل، دماغي بتقفل. الحل الحمد لله، يعني قبل ما اسافر انا كنت عملت الموضوع دوت، وكان عندي ناس كتير، كان عندي جروب خاص بيا، كنت بفتح ديسكسيون كل يوم بتكلم عن تيمه واتكلم عن فراجه والناس تتكلم معايا. فده مع الوقت ظبط معايا كتير وخلى اللغه عندي تتحسن. فبما اني بدات دلوقتي اعمل محتوى على اليوتيوب، جت الفكره دلوقتي ليه ما اعملش زي زمان. فبخصص ساعه من وقتي كل اسبوع بفتح ديسكسيون على قناه التليجرام. في ناس دخلت معايا اول اسبوع وتاني اسبوع، وبعد كده لقيت الناس عندها شغف، عايزه مش بس تتكلم مره في الاسبوع، طلبوا مني ان هم يتكلموا كل يوم. فخليت ناس من يعني من الاعضاء اللي كانوا كويسين معايا والكلام بتاعهم كويس والالماني بتاعهم حلو، خليتهم ادمن. ودلوقتي احنا الحمد لله بنعمل ديسكسيون كل يوم مش كل اسبوع. انا شخصيا بكون موجود مره في الاسبوع على حسب وقتي، لكن عندي شويه ناس شباب محترمين عندهم شغف يتعلموا. انا بدات الفكره وهم كملوها. دلوقتي احنا بنعمل ديسكسيون كل يوم. فان شاء الله تخش على قناه التليجرام هتلاقي الكتب، وان شاء الله تحسن النطق بتاعك. وما تنساش تدعي لي، لان فعلا الموضوع يعني واخد مني مجهود كبير، بس طالما هيساعد ناس فانا مستمتع باللي انا بعمله. واتمنى ان انا اكون فعلا قدرت افيدك النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير واشترك في القناه، ولينك قناه التليجرام هسيبه لك في الكومنتات.